بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من دورة تصميم أنظمة الطاقة الشمسية. الجزء الثاني عبارة عن مصادر الطاقة. مصادر الطاقة مختلفة جدا ومتنوعة. اتكلمنا على جزء منها المرة اللي فاتت اللي هي أنواع الطاقة، بس المرة دي مصادر الطاقة. احنا عندنا أصلا الطاقات المجمعة 99% من الطاقة الحرارية كمجمع على سطح الأرض بتيجي من الشمس. من غير الشمس درجة حرارة الأرض هتكون سالب 240 درجة مئوية. طبعا حاجة رهيبة جدا يعني. ماشي. بعد كده احنا نقدر نتكلم على ان المصادر غير مجددة تقريبا 1% بس، 99% الشمس. ازاي؟ ازاي؟ هنتكلم مثلا على اي نوع من الطاقة. البترول عشان يتكون محتاج شمس، محتاج طاقة حرارية، محتاج شمس. اي حاجة فكرة تلاقي ان الشمس شيء اساسي جدا فيها. تمام. ندخل بعد كده على انواع الطاقات المتجددة. عندنا 16% طاقات متجددة كاعتمادنا مصادر الطاقة اللي احنا معتمدين عليها حاليا. 16% طاقة متجددة اللي هي السولار، الوايند، الفلوينج ووتر، بايوماس. بعد كده 84% نون رينيوبل مصادر غير متجددة، اويل، كول، ناتشورال جاز، نيوكلير، وات ايفر. مع ان انا شايف ان هو النيوكلير يمكن قريبة شوية من رينيوبل. تمام. نيجي بعد كده استخدامات الطاقة ومصادرها. اولا استخدامات الطاقة كتيرة جدا. اي بلد تستخدم الطاقة لأكثر من حاجة، السكن، الاشياء الصناعية، التنقلات. بس في حاجة خلينا انه نعترف انه اصلا الكهرباء مش مصدر الطاقة. لا، الكهرباء هي الطاقة. المصدر بتاعها ايه؟ الحاجة اللي احنا بنولد بيها الكهرباء. يعني في ناس شايفة ان الكهرباء طاقة. لا، الكهرباء مش طاقة. الكهرباء هي الحاجة اللي احنا بناخدها من الطاقة او الطاقة النهائية اللي احنا بنستخدمها. بس هي مش في حد ذاتها. ما اقدرش امسك كهرباء كده، لا، ده انا لازم اعملها من حالة، احولها من طاقة لطاقة كهربية. تمام. وخلي بالك موضوع التحويل ده في اكتر من حاجة. اولا حسب قانون الثيرموداينامكس، باختصار القانون الاول ان انت الطاقة ده لما بتعمل تحويل بيبقى في القانون الثاني لما بتعمل كونفرسيشن للطاقة في طبعا في لوس انرجي. تمام. والقانون الاول بمعنى ان الطاقة الداخلة اكيد لازم يكون اكبر من الطاقة الخارجية، لان انت عندك فقد كتير في النص. تمام. بعد كده ندخل لحاجة مهمة جدا، موارد الطاقة. موارد الطاقة لو بصينا على هنا في الشيب ده او في الايمج هنلاقي انه المصادر المتجددة هنا 9%، باقي الحاجات نيوكلير 7%. ده في الولايات المتحدة الامريكية. دي طبعا نسبة بالنسبة للطاقة المتجددة 9% من التوتال، طبعا وحشة جدا. الاويل 40%، الكول 22%، الناتشورال جاز 22%. طبعا بس الفترة دي اعتقد ان هيبقى في اختلاف كتير والدنيا تبقى في فير اكتر للطاقات المتجددة، انه هو القادم، هو ده الاساسي. طيب ايه اللي يخلي بلد تحتاج او تدخل في مجال طاقة شمسية او اي مجال ده يبقى اكتر عندها في النسبة دي؟ ليها احتياجات كتيرة. اول حاجة الكوست، سواء انشال كوست او يعني بمعنى صح المصاريف، مصاريف التركيب او مصاريف التشغيل نفسها. تمام. عادات البلد، المساحة بتاعت البلد، الظروف السياسية، الاستقرار في البلد، الموقع البلد، وطفة في حاجات كتير جدا. تمام. ندخل بعد كده اي مشروع عايزين نعمله كمشروع طاقة بنبص على حاجتين، الفايدة والتكاليف، وبناء على كده بحسب الربح بتاعه او بحسب انا المشروع ده ناجح معايا ولا لا. ودي من الحاجات اللي احنا برضه هنتكلم عليها كجزء برضه ان شاء الله الفترة الجاية، ان انا اعمل دراسة جدوى للمشروع ككل. هل المشروع ده هيجيب فوائده في كام سنة؟ هل المشروع ده بالنسبة لي هيبقى موفر؟ او هل انا ليه عائد اقتصادي؟ لان احنا برضه من الحاجات المهمة جدا ان انا ازاي اقنع العميل.
العميل بالنسبه له مثلا الطاقه الشمسيه حاجه كويسه ومش فرق ولا شعور، بس بالنسبه له هيبص على حاجه تانية. طب ما انا هدفع رقم كبير، طب ما انا ممكن احط الرقم في البنك، اقل كلمه ممكن تتقال لك انا هحط الرقم في البنك والفوائد بتاعتها ادفعها المصاريف البترول اللي انا البنزين او السولار او مصاريف الكهرباء العاديه لو انا جايب كهرباء من الحكومه. يعني دي اقل حاجه، دي هنشتغل فيها برضه الفتره الجايه ان شاء الله. دي مصادر الطاقة الغير متجددة، اختلافها تقدر تشوف الشكل كامل، هي ثيرمال كول اويل اند ناتشورال جاز، وبعد كده بتتنوع تحت لحد ما تديك كلها بنقدر نحولها لتقريبا الكهرباء او الطاقة اللي احنا محتاجينها. طيب هنبص على انرجي افشنسي. ماشي، في حاجة مهمة جدا جدا جدا، الطاقة في امريكا 84% من الطاقة مهدرة. ده طبعا رقم كبير جدا جدا، انت متخيل 84% مهدرة، 41% مهدر عشان التحويل، عشان انك انت لما تحول من صورة لاخرى بيبقى فيه فوت. اوكي تمام. في 43% unnecessary، حياة مش محتاجينها، او حياة نقدر نقول ايه زيادات او حياة كماليات مش محتاجينها. طبعا الرقم ده كبير جدا يعني بالنسبة لبلد مثل امريكا كده، ده ممكن يكفي قارة كاملة اللي هو 43% ده بس. طيب بعد كده هنتكلم ازاي احنا نقدر نوفر، ازاي اقدر اعمل توفير في الطاقة بتاعتي. عندنا اكتر من حاجة، منها اللايت، انت عارف ان 95% من استهلاك في اللايت، العربيات استهلاكها كتير، الفحم بيسحب طبعا كتير جدا عندك. نيجي بعد كده على حاجة مهمة جدا، مصادر الطاقة، ازاي ان انا احسن مصادر الطاقة. اوكي، ازاي ان انا احسن استهلاكي للطاقة. تمام. اول حاجة في كتير جدا. اول حاجة من البداية من التوليد، ان ممكن استخدم لما يحول، المثال ده بسيط جدا، لما يحول من حاجة لحاجة غير لما يحول من حاجة ثم حاجة ثالثة. بمعنى اصح ان انا اقلل عدد التحويلات الممكنة، دي حاجة مهمة جدا بتوفر معايا. بعد كده ان انا المفروض ان انا اختار اجهزة بتبقى بيديني كفاءة اعلى في استخدام الطاقة وبتستهلك اقل طبعا. كل الحاجات دي نقدر نعملها، بس المشكلة ان هي تكلفتها تكلفة اقتصادية في الاول عالية شوية، بس في الفترة الجاية اعتقد انه هيبقى يختلف جامد، وده برضه هنشوفه معانا. مصادر الطاقة المتجددة، عندي السولار، عندي الفلوينج ووتر، وايند، بايوماس، جيوثيرمال، هيدروجين، كل دي مصادر متجددة نقدر نستخدمها. طيب استخدام الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية بتستخدم في أكتر من حاجة كتير جدا لا تعد ولا تحصى. أول حاجة التسخين. تمام. التسخين أصلا أو مش تسخين، نقدر نقول تدفئة داخل المنزل. ما أنت ما بتفتح الشباك عشان يجيب لك شمس عشان يدفي البيت في الشتاء. تمام. في الصيف نفس الوضع، بيعمل لك تدفئة. بعد كده ممكن تعمل زي هنا نقدر نقول انه هيت اكسشينج. هنا ممكن تعمل اكتر من ابلكيشن نفس البروجكت ده، اكتر من ابلكيشن. تمام. اللي هو بتاخد حرارة الشمس تعمل هيت اكسشينج داخليا، لا اما تسخن ميه، لا اما تعمل تدفئة او في اكتر من حاجة نقدر نستخدمها بيها. بعد كده استخدام تاني من الخلايا الشمسية اللي هو البي في فوتو فولتايك. البي في حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه او ايه اللي بيحصل فيها؟ ببساطة احنا بنتكلم على المواد شبه موصلة. تمام. المواد شبه موصلة يبقى دايما المدار الاخير فيها في الكترونات. تمام. الالكترونات دي ممكن نقدر نخليها تسيب المدار وتطلع بره، او بمعنى صح تديني انرجي. ازاي؟ انه يجي لها فوتون. الفوتون ده احنا بنكتسبه هنا فين؟ من الطاقه الشمسيه في البي في، بنكتسبه من الصن. الخلايا الشمسيه او اشعه الخلايا الشمسيه تدخل على اشباه الموصلات، بتعمل تحرير الالكترون الاخير. الالكترون الاخير ده طبعا بيتحرر، بعد كده نقدر ناخده على اساس ان هو كهرباء.
وكده دي اختصار الزهرة الكهربائية. تمام. طيب سؤال مهم جدا، ايه مزايا الخلايا الشمسية وايه عيوبها؟ طبعا مفيش حاجة ملهاش مزايا او ملهاش عيوب. تمام. الخلايا الشمسية من اهم مزاياها انها بتديني طاقة مجانية يعتبر، مش ما عنديش غير مصاريف تحويل وليس مصاريف توليد، دي حاجة مهمة جدا. بعد كده بتديني مفيش انبعاثات كربونية، بتديني مثلا لو لاحظنا هنا سهل ان اركبها، مش محتاج اجزاء متحركة، مفيش طبعا اي تأثير بيئي ليها مضر. الخلايا الشمسية نقدر نستخدم نطلع بيها كهرباء من غير اي تلوث البيئة، نقدر نستخدم الكهرباء في اي وقت في النهار. طبعا بتقوي الاقتصاد، حاجات كتير جدا. طيب ايه العيوب بتاعتها؟ العيوب بتاعتها حاجة زي اللي هو في الشمسية كفاءتها قليلة بالنسبة للمساحة. تمام. بالليل موضوع ان انت مش بتستخدمها بالنهار بس، انت كده عندك فقد كتير يعني في الوقت. تمام. محتاجة ماكينات اكتر اللي هي طريقة التحويل. تمام. المساحة بتاعتها تحتاج مساحة كبيرة جدا، بروبلم في دي مشكلة كبيرة جدا في كل بلد، لانه لما هتشوف الخلايا في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، انه كل ما بتزيد معاك درجة الحرارة بيقل كفاءة الخلية. تمام. طبعا التكلفة برضه بتاعتها غالية. ان انا بحول من دي سي ل اي سي، بس ده مش دايما ان انا بحول، ممكن استخدمها على كده. ان انا لو عايز اعمل ستورج او تخزين للطاقة باك اب تبقى صعبة شوية او مكلفة يعني، فدي من عيوبها. بس لو بصينا كتوتال طبعا مميزاتها تغير عيوب. بعد كده عندنا توليد طاقة باستخدام طاقة الرياح، ببساطة ان هو توربينة او الكتريك جنريتور. هنا دي الريش بتاعت المروحة او التوربينة نفسها بتلف، الهواء بيخليها تلف، بعد كده بنقدر بتخلي الالكتريك جنريتور بيلف ويولد كهرباء. تمام. الرياح لها اكتر من مزايا طبعا، اكتر من الوايند لها مزايا ولها عيوب برضه، بس لا يعني اللي انا شايفه هي الفكره بس ان هي محتاجه تعمل لارج سكيل، حاجه كبيره شويه مش زي الرياح. نفس الفكره عندنا في حاجه اللي هي الطاقه الشمسيه، ولكن مش البي في، النظام الثاني اللي هو بتاع عواكس، ولا خلينا نتكلم في وقتها، هتيجي وقتها ونتكلم عليه. تمام. بعد كده البايو ماس والجسوم انرجي انا ما درستش فيهم كتير، او بمعنى صح ما عملتش معلومه بيها كتير، فكل واحد بقى يساعد نفسه، اللي عنده معلومه يقدر يفيدنا يا ريت. وشكرا لكم، ان شاء الله اتقابل قريب جدا تاني.